مرحبا، هالمرة جبت لكم طريقة فتة الدجاج اللي كتير زاكية وبتشهي وسهلة على سفرتنا، ومكوناتها ما في أطيب منها. رح نحكي بسم الله ونبلش. صبايا مكوناتها على السريع هي عبارة عن خبز العربي. هاي المرة أنا جبت، ممكن أي خبز تستخدميه، بس أنا بحس الخبز العربي أطيب وكتير شهي معها. بتقليه أو بتحمصيه انتي حرة. بنحطها بالصحن اللي انت بدك حابة تقدمي فيه، صحن فخار، صحن بايركس، صينية اللي بدك اياها. وبتكوني محضرة على جنب طبخة اللي هو الرز السان وايت يعني مصري. بتطبخيه رز السان وايت صبايا عادي، بس بدنا نحط معه مرقة الدجاج اللي احنا ستوينا فيها الدجاج. اذا ما كان عندك مرقة دجاج، انت يعني كان عندك بواقي، مثلا كنتي محمرة دجاج قبل بيوم وزاد عندك وبدناش نكبه، بتحطي قالب مرق بتذوبيه مع شوية مي وبتطبخي فيه الرز وملح وشوية زيت وبتطبخي الرز فيه. بس طبعا المرقة بتكون طعمها أطيب. بتحطي أول طبقة اللي هي خبز، بعدين حطينا طبقة الرز، بعدين حطينا دجاج كمية منيحة، بعدين حطينا خبز وهكذا. طبعا في عنا سر للتراتور، بتحطيه بين الطبقات عشان يخلي الفتة شوية طرية، لأنه معروف الفتة لا هي طرية ولا هي بتقرش يعني، لأنه عندنا الخبز مقلي. بتحطي هذا التراتور، هو عبارة عن لبن وطحينية وتومة وملح وليمون، نضربهم على الخلاط وبنخلي قوامهم لا هو خفيف ولا هو كثيف. إذا حسيتيه كثيف من الطحينية زوديه شوية مية سخنة، لأن المية السخنة بتساعد على الطحينية إنها تكون مرقة شوي، إذا كانت باردة بتجمد. بتعمليها وبتخلي الصلصة آخر طبقة من التراتور على صحن فتة الدجاج. طبعا فتة الدجاج صبايا ممكن انتي تحطي معها هاي الصلصة إذا حابة تكون الخبزة شوية قاسية. آخر إشي هاي الطبقة اللي أنا عاملها وقت التقديم، ممكن لا بدك ترنخيها بتعمليها وقت ما بدك. للتزيين بتقلي لوز أو فستق أو أي شي عندك متوفر. أنا صراحة قليت اللوز، وبتحطي البقدونس لونها بيعطي طبعا البقدونس أي إشي أخضر بيعطي منظر كتير حلو وطعمه زاكي. وبنحط أنا زينته بسماق، ممكن هلأ موسم الرمان تحطي، ممكن قطع ليمون، ممكن فلفل. أنا جنب الفتة هاي بحب أعمل اللي هي دقة هي عبارة عن تومة وفلفل حار وبقدونس وملح وليمون، بخلطهم على الخلاط، أو ممكن تدقيهم وبتحطيهم على جنب وبتاكليها من الفتة. طعمها كتير لذيذ وكتير شهي. شربوها صبايا وحلوة كتير، خاصة بتكوني انتي عاملة سفرة أو جمعة لصبايا أو لأهلك، حلوة تكون هيك على جنب هذا صحن الفتة. أنا أحيانا بعتبرها طبق رئيسي، إنها مكون من الرز ومن الدجاج ومن كل هاي المكونات الثقيلة، جمعناهم بصحن واحد. راح تطلع معكم صحن كتير لذيذ وفيه فوائد جدا ممتازة. جربوها وإن شاء الله بتعجبكم. يسلموا كتير على المتابعة واستمتعوا بالمنظر الشهي.